صالح الطالح. حنا ماشي سوقنا، حنا ماشي سوقنا الخليجيين يشوفوا حالهم ولا ما يشوفوش. حنا ما عندنا سوق في داك الشيء. حنا بحال دابا غنبداو نطلعوا نسبوا الناس وداك. حنا ماشي سوقنا، حنا تنهضروا على الزواج والطلاق كيفاش اللي عليهم واللي علينا والاخرى بين الخلع والمشاكل. الزواج الاجانب من الزواج المختلط فيه مشاكل، فيه مشاكل كبيره، وفيه مشاكل الضحيه ديالهم هما الاولاد. انا هاد البت هذا درس الاطفال، هاد البت هذا بغيناه يتسجل وبغيناه يوصل وبغينا المغربيه تعرف حفظي حقوق ديالك ودرسي الزواج الاجانب. بركي اختي وديري ورقه وستيلو ضمني مستقبلك، ضمني مستقبلك. ووليدات انتيا ووليدات وتبعد من اللبس ومن الخرابيط ومن المكياج ومن العطورات ودير عليا ترجع. البت كنص شوفي هذه قالت لك البت كيتسجل عادي، خلي المغربيات يسمعوا، ما تبقاش البنات عادي تهز شنطتها وتجينا وفي الاخر تتوهق. راه ما باكيش دايرين طبله وباكين تشكوا ولي وهذا ديال تهز باليستا وتجي تجري. لا ايوا الله يرضي عليك. السلام عليكم. نشوف راسي غيجيك بصوره ملائكيه، غيجيك انسان ملاك وغتصدقيه وغتبدا جايه. ولو وصلتي هنايا ولا وصلتي هنايا كيستعصى الامور ديال التسجيل، ما يضحكوش عليكم. منتم السلام عليكم. سلام. راه كتورطوا. اختي مولات البيت بغينا غير الحوار يكون منظم باش كلشي يسمع. انا فاش طلعت عندك اولا انا ما سبيت، ما قلت حتى شي حاجه. الاخت اللي طلعت معايا هضرت معاكم، كل واحد مسؤول على لسانه. انا طلعت قلت السلام عليكم، ردوا البال اختي. راه بعض البنات كيقولوا شي كلام راه كيتسجل فقط. انا هي نور الهدى عطيتيني بروك تنعرفوها نور الهدى. انا ما غلطت فيكم، ما قلت لكم لا طيحتوا ولا ما طيحتوش. طلعت قلت لك اختي غير الحوار خصو يكون البنات كيردوا البال لبعض المصطلحات وبعض الاغلاط. نور حنا نور حاطينها فوق راسنا نور، لان من المدافعات على المغرب والمغربيات. شوفي انا ما نسب ما نطيح ما نهين حتى بشي واحد، حيت كل واحد على قدرات. حنا تنصحوا غير البنات مقبلات على الزواج المختلط. عافاك عي باش ما يبقاوش يتداخلوا هضرتنا ويتسمع، غيستافد منها حتى واحد بشويه ديال النظام في الحوار. جيت عند صاحبه البيت وجهت لها رساله. انا انسانه نشيطه في تويتر، راه كنلقى بحال هاد البوتوت حاطينهم في تويتر كيضربونا بهم، ماشي من مولات البيت. حيت كاين اختي شي وحدين كيكونوا في الكيستات كيبقاو غير جبديه فم وقول غير خربق نور الهدى. ولكن اختي العزيزه انا بغيت نقول لك هما هذوك البوتوت اللي حاطينهم في تويتر تيتكلموا على فئه معينه من المغربيات. هاد المغربيات اللي هادو كلهم متزوجات شريفات مستقرات عندهم اطفال. عافاك خليني غير نوصل للبنت مولات البنت. منين هضرات قالت انا دايره لايف للتوعيه وهضرات بغير الهضره اللي كنتو كتهضروا نتوما. هي هضرات بطريقه وانتوما كتهضروا بطريقه لا واه ديري علاش ترجعي لا واه ما نعرف شنو. هادشي راه ماشي في الصالح ديالنا في البوتوت. الانسان هادي لا دير علاش ترجع، فعلا دير علاش ترجع من الراجل. راه حتى مغربي شتي مغربي ولقيتي ما ديري حتى هو. بصح نيت اختي، بصح نيت هاد القضيه ديال دير علاش ترجع وهادي عندها الحق في هذا الكلام. يعني لغيوها انا شوفي لا ما خاصش نيت هذا الكلام ديال خاصها ترجع. بحال كتولي بحال انت راه طماعه، بحال كتولي فهمتي. الله يرضى عليكم. الله يرضى عليك. تحريض يعتبر تحريض. فوالا هادشي اختي. انا طلعت عندك حيت انتي صاحبه البيت، انتي الاذن الصاغيه او زيدون البنات ما تاكلوش ليها الكلمه بزاف. هي راه مسؤوله على البيت، راه نورمالمون كتحسب هي مولاتو. خليو الكلمه ديال صاحب البيت تطغى على الضيوف، تسمع اكثر من الضيوف. وثاني حاجه البنات حنا راه ما ضد حتى واحد. انا راه بنات مغربيات بنات بلادي كلهم راه كناكل العصا السبه ديالهم. كنقيل نتقاتل مع الشمايت اللي كيطيحوا من المرأة المغربية. أنا متابعاك وعارفة. المرأة المغربية دائما في العلالي. المرأة المغربية الوحيدة اللي كتهز في العمارية ليلة عرسها وكيهزوها 4 ديال السبوعة. معليش خويا بغيت نقول لك واحد النقطة دابا هي بغينا نستفدوها.
هما استفزوا لما قالوا لي في الكومنتارات ان المغربيات رخاصات تيتزوجوا منهم الخليجيين على وديت راه هادشي اللي خلانا اختي جاوبنا كيديوكم لا ما رخصات والو والله ما رخصات قسما بالله ما رخصات. شوفي ما رخصات والله حتى كيدير المغربيه ب 66 كشيفه كيبهدلوا. عرفتي الكوميساريه جري لهنا جمع هاد الورقه. شوفي حنا شوفي دخلنا عند السفير ديال السعوديه قسما بالله العلي العظيم سمعي بلاتي نكمل بلاتي نكمل وحق الله الا قلب لي الوراق كاملين قلب لقى ورقه ديال ديك بان عمرو ما مدوز الحبس. قال لي غتجيبها ليا قال لي ما نخليكش كاتب مع البنت حتى تجيبها لي عاد نعطيك التصريح. قسما بالله العلي العظيم حتى جاب ديك الورقه ديك الساعه وجابها. والله ما كيدير المغربيه بالساهل والله. انا بنتي متزوجه سعودي. انا دابا كنهضر معاكم انا ام البنت والله ما مديها بالساهل قسما بالله. مشيو يجيب حسن السيره والسلوك. قال ما كاينش الهضره هذه. انا هادشي اللي خلاني كنطلع نهضر والله. تقيم شوفي القيمه اللي عند المغربيه والله ما عند شي وحده. شي قيمه اللي عند المغربيه والله ما عند شي وحده. المادة الفلوس هما تيقصدوا من ناحيه الفلوس تهدلوا البنات الاوراق. سمعوني بشرى ما طيحاتش من الراجل المغربي. اللي عارفه الله يرضي عليكم بغيت تجاوب غير هادو اللي تيبقاو يسبوا. اللي عارفه القوانين ديال الزواج. شوفي هذوك اللي كيسبوا حنا عارفينهم الجزائريات هما اللي كيديروا هذه الفتنه. شي الجزائريات هما اللي كيسبونا حيت حنا احسن منهم. حنا عارفين هذا الشيء. بلاتي بغيتكم تعطيني غير داك الشروط اللي المغرب اللي شارطها على الاجنبي باش ياخذ المغربيه. عرفتي شنو هي ليسته؟ كون ما عنديش الورقه خساره ما نوريها لك. دخلي الجوجل. المهم اختي انا القوانين باش ياخذ المغربيه. شنو المملكه المغربيه شنو حاطه الشرط للبنت البلاد شنو باش يتزوجها الاجنبي. شنو هي الشروط اللي حاطها المملكه المغربيه. دخلي والله ما كيديها بالساهل. والله ما كيديها بالساهل. بغيتك انت كصاحبه البيت لان كل واحد على حسب الثقافه ديالو كيفاش كيهضر. كاين اللي كيجي عادي كاين شي امور كيقولها في البيت كتجي عاديه. ما بغيناش غير نلقاو راسنا في تويتر لان ما كنرضاوش قدام بعد الجزام. بعد الجزام ما كيسواوش. الشير ديما شكرا اختي. انا راه بلوكيتيني. انا نور الهدى ماشي انا اللي سبت. لا لانه معليش سمحي لي انا نرجع نديرك ونرجع نضيفك وانت راك فهمتيني. كوريا هي من المعاناة اللي شافتها. وفي بعض فئة من المغربيات عندهم معاناة. حتى البنات المقبلات على الزواج. شوفي هذوك اللي كيمشيو يتزوجوا الزواج عرفي. انا ضد هذا الزواج عرفي. ما عندناش اختي ما عندناش. واحد قال لك المغربيات كيمشيو لمصر كيتزوجوا. سمع اختي قال لك واحد كيمشيو لمصر المغربيات لمصر كيتزوجوا زواج عرفي. حنا ضد هذا الزواج عرفي. ما انا براسي ضد هذا. ما تسقطوش على الرجل المغربي حتى لو يستفزكم شي واحد في التعليق حيت ما كتعرفوش واش هو مغربي او لا. كونوا حريصين على شوفي اسمحي لي نور الهدى ولكن راك نور الهدى كل بلاد فيها الراجل الزوين والخايب راه ماشي مغربي مالك. فوالا هادشي اللي كاين. وكاين عاوتاني حنا كما قلنا لكم غير هو كيبقى المغربي فيه باك فهمتي. واخا يكون فيه باك فيه نور كي داير الرباط اخبار الرباط توحشت الرباط. شوفي غنقول لكم غير واحد النصيحه. يكون الرجل المغربي كيما بغى يكون كيبقى باك الصلب ديال ظهر باك. انتي يعني المغربي سيد العالم. علاش حيت با مغربي. ايوه اكيد فقط. هذه اللي كنعرف انا. ولكن ماشي معناتها ان الرجال شوفي اختي نور الهدى ولكن راه ماشي معناتها الكمال لله. عافاكم بغيت ندير ديديكاس لواحد ما من قبيله وهي كتسبكم. على فكره هي راه ام شنطه. هي سعوديه وما مزوجاش بسعودي. دات واحد براني. اذا انت هي ام شنطه تحيه لك بهذا المنبر. اللي كتبت لي انا واقيلا مزوج عليك هي اللي كانت كتكتب الرخاص. شوفي اختي حنايا هنا داخلين ما نعيروا لا السعوديه وما نعيروا حتى شي واحد. حنا داخلين نشوفوا القانون هنا كيفاش داير كما هما كيعرفوا القانون ديالنا صافي. ما نعيروا لا السعوديه لا حتى شي حاجه. حنا السعوديات ما كيسبوناش حنا ما نسبوهمش. وهذا الشيء ردوا البال. من الجزائريات كيبغيو يديروا الفتنه. مستحيل نسب سعوديه ولا سعودي حتى انا ولادي سواعده وراجلي الحمد لله الله يعمرها دار سعودي وعادي. هما بغاو ياكلوا اللحمه ما يمكنليش نسب سواعده. يلا خليكم اختي.
يلا. حنا ما جبنا لا كلام على سعودية، على راسنا السعودية فيهم أمهات ولادنا، فيهم خالات عمات وعيالنا حاباتنا والنعم فيهم. شوفي اختي اللي عرفناها شوفي مثلا عرفنا احنا السعودية، سمعي عرفنا احنا السعودية نيت كتسبنا، السعودية نيت نعرفوها ونتأكدوا بأن السعودية أكيد غردوا عليها، أكيد غردوا عليها نسبوها، ولكن هما راه كيكونوا جزائريات وهما كيديروا راسهم بأن السعوديات، فاهمين اختي؟ هما كيديروا راسهم سعوديات وكيبداو يعايروا، هما راه جزائريات. نظام بغيت نجاوب هذه اللي قالت لي كاتي سبيتي الراجل المغربي. ما غاديش نبحثوا على الراجل المغربي كل بلاد فيها الصالح والطالح، حاولوا تفهموا. سمعوا لا هادوك السواعده اللي قلتي كيديروا الطيف وكيعايروا السعوديات كذوب، هادوك جزائريين وكيتقنوا اللهجه ديال السعوديين وكيديروا راسهم بحال زعما راه السعوديين وكيعايروا المغربيات. راه جزائريين ردوا البال البنات، راه جزائريين. لا اسمعوا حنا عارفين نفوسنا، ما تبقاش اي كلمه. بالعكس السعوديين ما تيعايروش المغربيات، وكانوا كيعايروا المغربيات ما غيجيوش يبغيو يتزوجوا بهم ويبغيو. انا من جاوبت على كلمه ديال رخيصه، فبينت له بالدلائل انه المراه المغربيه من تتزوج الاجنبي ما هيش رخيصه، وعطيته من الواقع اللي انا شايفاه وشفته، شفت بنات كيفاش يتزوجوا وشفتهم كيفاش تيمشي الخليجي تياخذ المغربيه. هضرت بواقع ماشي بالكلام اللي هما تيقولوا. حنا ما غنبقاوش نجروا ورا كلامهم اللي سبنا، نجروا ورا كلامهم نبقاو نمشيو نحقوا لا نحقوا لا واش انت من هاد الفلان، واش انت من هاد البلاد ولا ماشي هاد البلاد. حنا ما تيهمناش شكون هو اللي تيعاير منين اي بلد، ولا تيهمنا كلامه. مغربيه غنسولكم سؤال اللي في البث. المغربيه عارفه انتم عايشين في السعوديه، عمر شي سعوديه عايراتكم وجها لوجه؟ لا ما عمرنا. انا عندي صحاباتي سعوديات وعندي اصدقاء الناس اللي تنعرفهم جيران وكلشي تنعرفهم. اللي في ارض الواقع غير في المواقع، اللي ارض في الواقع ما عمرهم تطاولوا علينا بالكلام وجها لوجه، وعمرهم ما نقصوا منا. اللي في اللايفات يبغون يرفعون البث بس. ايوه يقعدون يسبون عشان يرفعون البث. السعوديه ضراتنا. انا قاعده عشت في هذه البلاد كم سنه، رحت لجميع الاماكن، مستشفيات، فنادق، في اي بلاصه كنمشي انا والزوج ديالي الوليدات ديالي، عمري ما تلقيت شي كلمه خايبه ولا حتى نظره خايبه منهم، بالعكس عرفتي صوتهم كيتكلموا بواحد الادب، واحد اللطافه. والله حتى انايا هنا يقول شي حاجه بزاف. عمرني الحمد لله ما شفت شي عنصريه 10 سنين وانا هنا في السعوديه، وخدمت وتعاملت مع قبائل، مع بنات القبائل تعاملت معاهم، وتعاملت مع يعني بنات كثير هنا تعاملت معاهم الحمد لله. انا ليا 30 سنه عمرت في السعوديه ما ثبتني ولا قالت لي انت فيك وفيك غير المواقع غير. الواقع غير المواقع، بالعكس نشوفوا منهم كل الاحترام وهذا. لا شوفي واحد الحاجه ديالي بغيتو يبقى هذا كل بلد فيها الصالح والطالح. دابا قلتيها من الاخر، هذه الكلمه كتعجبني انا. كل بلد فيها الصالح والطالح، ماشي السواعده كلهم زوينين ولا كلهم خايبين، والمغاربه كذلك ومثال. شوفي اختي شوفي اختي دابا شوفي اختي انا بغيت نقول لكم واحد الكلمه، وفين ما مشيتي كاين ناس زوينين وكاين ناس خايبين، كاين السعوديين خايبين وكاين مغاربه خايبين، وكاين فيهم الزين وكاين فيهم الخايب، في اي بلاد. غير خوتك في الدار ممكن ما تفهميش معاهم كلهم، فما بالك البلاد كلها تكون زوينه. والله الا راه خوتك في الدار كيوقع نقاشات وكيوقع. لا اله الا الله محمد رسول الله. صلى الله على النبي، الله على النبي. لا البنات اللي عايشين في السعوديه الله على النبي، اللهم صل وسلم على رسول الله. في السعوديه كيسبوكم، كيطيحوا منكم، كيغوتوا عليكم، كياخذوا منكم شي رشوه. قولوا الواقع، شهدوا بكلمات حق، شهدوا بكلمات حق. في واحد البلاد نتوما عايشين فيها واكلين مرزقه واولادكم منها. كاينين شي حوايج في القانون بلادهم كتفرضهم. حنا تنهضروا غير في القانون وفي الزواج المختلط وصافي. يعني من ناحيه الاطفال، الوحده تبغى تجيب عيال من الزواج المختلط تتحمل ولانها هي مغتربه وعندها اطفال تصبر عشان عيالها وتكبر عيالها. ومن باب كانوس لان المشاكل موجوده في كاع الدول العربيه.
غير هو الزواج المختلط تيبقى سبيسيال، تيبقى شيء مميز. علاش؟ روحي يكونوا فيه اطفال. مرة واقيلا غير جزائرية، روحي أنا بنات غندير ناس لهم، واعدة، أنا ما غندير غنسبوش السواعدة، غير موتي قهر، موتي قهر، ما غنسكنموتو في السواعدة من بعد. يلا مزيان شوفي أطراف مزيان، الجدار، عبرتي عليها شوفي أطراف هكذا. الجدار، عطي عليه راسك. تنزلي لا. روحي باغا يا تطلعي، ياسمين، باغا حنا تطلعي باقي كلام سيء وفتنة غصب. لا روحي شوفي لا لا، ما نفسك كاينه لا. ودوري. شوفي ما كاينه لا فتنه، ما كاين والو. حنا خوت، وما كاين اصلا في هذا البيت ما كاين كاع حتى حاجه. حنا كنا حنا داويين على ود الحقوق ديال المراه المغربيه، ومن باب النصح الوليدات ما يضيعوش. فكري قبل ما تزوجي باجنبي، بركي ودرسي الموضوع مزيان، وفكري من كل نواحي، وفكري من هنا وحد اختي، وخذي واحد النظره البعد القدام شويه. من غديري هاد الوليدات، من غتكون عندك علاقه بهذا السيد هذا، كيفاش غتزوجي به، كيفاش حياتك غتكون معاه، كيفاش هذوك الوليدات غتولديهم، شنو هما الحقوق ديالهم. درسي هاد الامور هادي كلها. هاد الانسان واش واخده انتيا غتزوجي غتبني معاه اسره وغديري معاه وليدات، ولا غيكون زواج تلاقاو مع بعضياتكم السلام عليكم السلام عليكم. شوفي الامور انت شنو باغا، وشنو الحوايج اللي غتحفظ لك الحقوق ديالك وحقوق دوك الوليدات باش ما يضيعوش. لان انا تنقولها ونعاود نقولها، ومن تجربه ومن واقع انه الولاد هما الضحايا. الزواج الاجانب اولاد هما الضحايا، وما بغيناش الوليدات يكونوا ضحايا الاختيار ديالنا، ما بغيناهمش. ما بغيناش الام تعاني والمغربيه تعاني على ود انها جابت وليدات تولي نادمه. لا لا ماما لا. انا سويت صحن خليل. وهما علاش تيتزوجوا، هما علاش تيفضلوا المرأة المغربية؟ تختلف من بلد لبلد. احنا مغربية، يعني كونك صبارة، يعني صبورات، عندنا نسبة صبر عالية. واحنا قلنا والجزائريات اللي تيبداو يكتبوا في الكومونتير تيبداو يديروا فتنه، لانهم عندهم ما تيتزوجوش منهم ما تيبغيوهمش مرفوضات. هذاك الشيء علاش فيهم هذيك الفقصه. لا الله يرضيك، انا هاد العنصريه ديال هكا ما تيبغيوهمش، وبداو نسبوا ونطيحوا شي حد ما تنبغيهاش. لا راه حيت هما الجزائريات طيحوا بينا وطيحوا بسيدنا بزاف الكلام. كاين ربي راه تيشوف وتيحاسب كل واحد. اي كلمه تتحط في عرض ولا تتحط على واحد الانسان اللي هو بريء منها، راه ربي تيحاسب، راه ربي كاين وراقب وتيشوف. وفوق من هذا كله الزواج عباره عن توفيق. انت وما رحم ربي، عباره عن الجزائريات ما خلاو ما قالوا في المغربيات، الجزائريات ما خلاو ما قالوا، هذوك نيت سبونا نيت. لا اما السعوديات ما سبونا، ما سمعناهم سبونا الجزائريات، وكيطلعوا كيهضروا باللهجه ديال السعوديات. اصلا سبب الفتنه بين دولتين الجزائر. هم اخذوا الدوله والحريم ديالها كاستفزاز للدوله الثانيه. فهمتيني؟ خليني نعطي الكلمه لبنات وحدين ثانيين. انا لا وما بغيناش نبقاو ندخلوا في هذا الموال. احنا فاتحين الباب من باب الناس اللي البنات اللي بغيو يتزوجوا. حلي عينك، فكري بعقلك، راه الزواج الاجانب صعيب. فكري في وليدات اللي غتولديهم، شنو غيكون المصير ديالهم، الى واخا شنو غيكون المصير ديالهم. هذا هو الهدف ديالي من هذه البث. وباش ندخلوا في الفتنه ديال الجزائريات ولا هذه ما بغيتكمش تجروا وراء هذا الكلام. انا من فتحت الموضوع لود انه قال المغربيه رخيصه. المغربيه ما رخيصاش، المغربيه ما هي رخيصه وما تيتزوجوهاش عشان الرخص ديالها. لا، المغربيه غاليه وتبقى غاليه. بلاتي هاكي ماما ويلي شيلي المويه بارده ماما. صح المغربيه غاليه. راه قلنا انا مابقاش نعاود الهضره، راه عاودت لكم شحال تيبقى يسافر ويمشي ويجي عشانها. والوراق اللي شي حد يكتب لينا غير الورق تحت الله يرضي عليكم، كتب لينا غير من المملكه المغربيه الشروط اللي حاطاهم باش تزوج مغربيه. شي حد يطلع دابا يقول لنا غير دوك الشروط، يمكن ما عارفينهمش وما سامعينهمش. هاد الفئه اللي داخله دابا هاد البث، شي حد يدخل يقول لنا غير الشروط، ما عنديش الواقع، راه كانت عندي
ما عندكش الصوت مزيان، ما عندك الصوت مزيان اختي. ما سمعتش ياك ما مشى ليا. دابا مزيان، دابا مزيان. دابا مزيان. بغينا شي حد يطلع يعطينا غير يكتب لينا غير ديك الشروط، ليسته طويله باش تتزوج مغربيه. واحد الليسته عرفتي طويله، شي حد السلام عليكم. عليكم السلام. اختي هذوك الشروط اللي كتقولي راه باقي ما طبقوها، هذوك الشروط اللي بغيتي راه باقي ما طبقوهمش. وهذا اللايف على الزواج بالاجانب، علاش كلشي حاضره المغربيه الزواج بالاجانب الزواج بالاجانب؟ هذه ماشي ازمه، يعني واحد النسبه قليله كيتزوجوا الناس بالاجانب، علاش كلشي حاط على المغربيه المغربيه المغربيه؟ ديروا شي حاجه من الايجابيات المغربيه، حاضرين غير المغربيه تزوجات باجانب، دارت اجانب، كاين زواج ناجح وزواج فاشل سواء بالاجانب او مغربي. مالكم حاطين على المغربيات؟ وهذوك اللايفات اللي كيسبوا المغربيات اغلبهم جزائريات اللي كيديروا راسهم سعوديات، وانا متفقه معك المغربيات مسموعات. ويا بطانية خصك تغوتي بزاف، هضري بشويه. لا ماشي بشي نخله. الدريات شويه كاينين بعض الدريات منفعلات شويه. لا ما حنا نتوما ما عارفينش، ما كاينش شي حد طلع وقال لكم انا من بلاد فلان فلانيه وطالع تنسب فيكم. نتوما ما عارفين شكون هو هذا، وعلاش تقلبوا عليه شكون هو ومن اي بلد. علاش تقلبوا عليه؟ ما تقلبوش عليه، ما تيهمناش حنا شنو تيتقال فينا، ما تيهمناش. اللي بغينا نوضحوا ليه شي حاجه نوضحوها ليه. شكون هي اللي نطلعها؟ قالت لك جيت وانا الا بغيت نطلعوا الحساب المغربيه اختي، علاش غنطلع ننصح؟ علاش غادي نطلع ننصح؟ غير بشويه. لا راه دابا الحوار خاصو يكون بشويه، ما يكونش بالغوط. انا ما عنديش مع القضيه، نقصي غير شويه من هذا. الا بغيت توصل واحد المعلومه وصلها بواحد الطريقه زوينه. اما الغوت وداك بحالكم ما وصلت شي حاجه، حتى معلومه ما غتوصل. غيدخلوا يلقاونا غا طالع علينا الدم وداك الشيء اللي باغين هما. الثقه في النفس زوينه، ماشي حتى لهاد الدرجه هذه. لا الصوت عالي، الصوت عالي، انا ما قاعده اسمع ولا احد. الصوت ما قاعده، الصوت عالي والكلام ما مسموعش كويس. شنو اللي تقال ما عرفناش اش تقول. نتشاركوا المعلومه الصحيحه ونتشاركوا الشيء اللي غيفيد، ونتشاركوا التجربه اللي غتفيدني وتفيدك وتفيد واحده اخرى وتفيد واحده اخرى حتى هي غادا تتزوج تفيدها. اما بقاو ندافعوا على راسنا حنا فيما طالعين، بقاو ندافعوا على راسنا، تيقولوا فينا راه بركه، راه طبنا. هذاك الشيء علاش نحاول نقص من الصوت. بلاتي هاد الاخت هاد هي من قبيله باغا تطلع. خلينا نقص شويه من الموسيقى. السلام عليكم. خليك نقص شويه عاليه الصوت. نقصي شويه الصوت. عليكم السلام. حسنا شوف اي وحده تجي تطلع، شوف بغيتي شي حاجه قانون تعرفي، اي وحده طلعت بقات تجبد لك على الجزائر والمعيول الاجانب ولا شي نصيب ديال الله سبحانه وتعالى، ما تجبدوناش هاد المواضيع. انا تبغيت نعرف شي حاجه تتهمني وصافي، تبغيت نهضر على شي حاجه ونصح شي ناس وصافي. ما تدخلوش في الفتنه وتدخلوا نتوما. ما تدخلوناش في الفتنه ديال دوك الناس. وتقولي بلد كيفاش عرفتي انها جزائريه ولا باش عرفتي من ديك البلاد؟ واش هي كتبتها ولا حاطه الدرابو ديال بلادها ولا ما جبدوا حتى بلد، كلشي كنا دول عربيه مزيانه.
ايوه وحنا ما السلام تيهمناش عليكم. تقولي. عليكم السلام ورحمه عليكم الله. السلام. بغيت نعرف ان الموضوع ديال اللايف انك كتناقشي الزواج المختلط وبغيتي تعطي يعني نصائح للمقبلات على الزواج، ياك اختي؟ دابا في هذا الوقت بالضبط، شوفي في هذا الوقت بالضبط اللي التيك توك كله مفتوح على دولتنا اللي هي المملكة المغربية العظمى. انا كنشوف ان هاد المواضيع الافضل الواحد ما يتناقش فيها، بالاخص انك انتيا كاينه في واحد البلاصه انت عارفه بلا ما نقولها. هذه اول حاجه. ثاني حاجه النصائح اللي احنا غادي نعطيهم لاي بنت مقبله، راك تقدري تعطيها النصيحه وهي اللي في راسها في راسها. فاذا هاد اللايف هذا غادي يجيو اللي غادي يقولوا لك شفتي هذه دارت مشات كلات دار ليها فعل ليها ترك ليها. وهذا الشيء كما قالت الاخت اللي طلعت قبيله اللي هي نور الهدى، قالت ان دابا البراني خدمتو شنو هي خدمتو بحال هاد اللايفات ديالكم نتوما دابا مجموعات هنا وتتهضروا على نيتكم. لا اختي انا خاصك ديري والولاد كيضيعوا ما كيضيعوش. هادشي كله كيتسجل وفين كيمشي كيتحط عنوان في تويتر. واخا ولكن هذا راه واقع، هذا راه واقع عايشين. لا اختي الواقع، شوفي الواقع، لا نقول لك واحد الحاجه، الواقع حنا كنا عارفينه واي دوله عندها واقعها. ما كنشوفوش الدول الاخرين كيهضروا على الواقع اللي كاين في بلاداتهم بلا ما نذكروهم. دابا الا جيتي تشوفي مثلا انت الدوله شي دوله عربيه عندهم واقع وعندهم ظواهر وعندهم مصائب وعندهم وتا واحد ما كيجي كيقول لك انا غادي نفتح لايف في تيك توك ونبدي نوعي في البنات. مع العلم انت عارفه انت مغربيه وانا عارفه لانك ممكن تقدري تهضري مع شي وحده، انا نشفر لك الكلام وتقولي لها كذا وكذا وكذا، تدور داك الكلام ديالك تلوح ورا ظهرها وتمشي دير لي في راسها. فاذا دابا في هذا الوقت رجاء يا المغربيات الحرات، نتوما ذكيات وانتم تبارك الله عليكم، انتم تبارك الله عليكم راكم بعقلكم. وانا شفتك اختي كنت متابعه اللايفات ديالكم شحال هذه قبل ما توليو هذا. فما تعطوش فرصه البراني اللي عنده داك الشيء انت اللي تتهضري فيه عنده بالدوبل وما تيجبدوش. حنا المغربيات راه ذكيات والمغاربه ذكيين. والرجل المغربي قبيله واحد السيده قالت لا الرجل المغربي، انا كنشوف الرجل المغربي هو سيد الرجال في العالم كله. اوكي، وانا ماشي ضد الزواج مختلط وماشي معاه باش نكون واضحه يعني. وكل بنت كتعرف اش كدير، ودابا كل شيء واضح وكل شيء باين وكل شيء حنا كنشوفوا غير في الفيسبوك بلا هاد التيك توك. راكي كتشوفي الفيسبوك الا دخلتي للجروب ديال الجاليه المغربيه وداك الشيء راه داك الشيء كيتناول تما زوين يعني. اللي عندها شي مشكله من حنا هاد الشيء باين وواضح وكاع البنات، ولكن علاش باقي المشكل ديال الزواج المختلط؟ ايوا نقول لك واحد الحاجه، نقول لك علاش. عرفتي علاش انت جاوبتي دابا راسك؟ لانه قلتي جاوبتي دابا راسك لانه الناس راه تسمع المشكله وتتعرف ان كاينه واحد الضحيه واحد المشكل واحد هذا ولكن كتمشي دير لي في راسها. الواحد راه كيدير لي في راسو مهما هضرتي انت تشبعتي البنت اللي في راسها والولد اللي في راسو انت ما غاديش تجي تغيري شي حاجه وما غاديش تجي توعي. نقول لك راه خطا ان الواحد يقول ندير لايف باش نوعي، لانك تسدي هذا اللايف هادو اللي كانوا تيتفرجوا فيك هنا لو تجيها مثلا مهم بلا ما نقول راكي فاهمه ما غاديش هذا الكلام ديالك كله كيمشي. غير شنو اللي كيستافد من هاد الكلامات ديالكم ويطلعوا الاخوات وحده تقول انا تزوجت، لا انا راجلي مغربي دار ليا وعلي تزوجت البراني ودار ليا مزيان. هاد المقارنات ما خاصهاش تكون. حتى واحد ما يدير مقارنه بين رجل مغربي واي رجل واحد اخر. اوكي، لانه كيتقطع كلامكم وتيتحط وتيزيدوا الناس يعني انت تشوفي انه هذا اللايف هذا من طلعت انا قلت لهم البنات ردوا بالكم، نكمل ردوا بالكم الزواج المختلط راه صعيب وراه في عواقب، والضحايا ديال هذا الزواج هذا غتكوني انت والوليدات ديالك. ردي بالك اختي، حطي القوانين ديالك، وثقي الحقوق ديالك، وثقي الاشياء اللي انت باغاها، وتحفظي الحق ديالك مع هاد الناس هادو، لانه من بعد يتقلب عليك يقدر شنو. المهم راه هضرت راه تكوني انت تابعتيني من الاول يعني تشوفي هاد الشيء الواحد ما يشاركوش احسن. لا ماشي نشوف ما كيشاركوش. شوفي لا ما كنشوفش ما كيشاركوش اختي بزاف. هما الوليدات انا شوفي من تجربه
تألمت على الولاد، تألمت لا على لا الوليدات. انا شفت وضعك، وان شاء الله ربي يخرجك ويعوضك خير، ما تعرفيش الخير فين كاين. ولكن شوفي انت دابا قلتي لي خليتني واش خليتني